بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده اكله جميله خالص ومحبوبه عند كتير من الناس يعني، وهي صينيه المسقعه باللحمه المفرومه. ودي طريقه جديده خالص يعني، ما تعتبرش هي قديمه، يعني الطريقه الاصليه لعمل المسقعه بس مش موجوده على اليوتيوب خالص، ولا حد بيعمل الطريقه دي غير في الفيديو ده. ان شاء الله هيعجبكم ان شاء الله، وتابعوا الفيديو ان شاء الله هيعجبكم. هنجيب اول بدنجان اهوت، نقي البدنجانه الطريه، وبدنجان كوب طبعا والطريه، والقمعها او الغطا بتاعها اخضر وكاسي زي ما انتوا شايفينها كده، الاخضر الكاسي ده، عشان ما تبقاش فيها بذور كتيره من جوه، تبقى كلها لحمه ومشحمه من جوه وطريه، ما تجيبيش الجامده قدامك اهو. هنمسك بقى البدنجان نقشره. انا قشرت شويه وقطعتهم معايا واحده بس، هنجربها قدامكم عشان تتعرفوا ازاي ايه هنعمل ايه يعني. بتجيب البدنجان اهوت وتقشريه كله، تقشر كله اهو. والطريقه صينيه المسقعه دي كانت على طول في الافلام القديمه، اقول لك انا عامله صينيه مسقعه تاكل صبعك وراها، هي دي الصينيه دي الطريقه بتاعتها بتاعت الافلام القديمه اهي قدامكم. بتقشري البدنجانيه كلها، تقطعها شرايح بقى ايه ومكعبات زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. بتشيل القمع طبعا اللي هو ده، عشان بتبقى اللحمه اللي تحتيه بتبقى قاسيه شويه او ناشفه شويه. ايوه دي بتنشال كده عشان ما بتيجي تسويها يعني ما بتسواش معاكي بسرعه، بتاخد وقت. اه بتقطعيه كده وتقطعيه شرايح اهوت، وتقطعيه مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. وحاولي تبقى المكعبات يعني قريبه من بعضها عشان تبقى يعني تتساوى مع بعضيها. ودلوقتي البتنجان موجود كتير في السوق، ده ميعاده في السوق يعني، وتجيبها على حسب ما انت ايه، على حسب عدد اسرتك يعني والافراد اللي هياكلوا يعني الاكله دي. انا قطعتها كلها اهيت، حطيتها في بوله كبيره اهوت، وهترش لازم ترش عليها ايه ملح، عشان بتبقى فيها كميه سمار، هينزل الملح ده والميه هتنزل الملح ده هينزله معاكي اهي. وهتقلبيها كده عشان تتغلب بالملح كلها زي ما انتوا شايفين كده. وهشوف دلوقتي الملح ده هينزل كمية مية قد ايه وسمرة، عشان وانت لما تيجي هتحمري البدنجان دوت هتفتح مع اللون، هيفتح معاكي ايه لما تنزلي المية بتاعته، وهتلاقيه دبل ومش هيشرب معاكي ايه زيت كتير. كل ما تدبليه بالملح مش هيشرب معاكي زيت كتير. احنا دلوقتي هنعمل الصينية اللحمة المفرومة، يا لحمة مفرومة او بتقطعها قطع صغيرة خالص كده، وممكن تعملها من غير لحمة مفرومة خالص، تبقى اقتصادية من غير لحمة مفرومة خالص. ممكن تشيلي اللحمة المفرومة، ولو عندك لحمة مفرومة اعمليها، هتديكي طعم وقيمة ليها يعني، قيمة غذائية عالية ليها. اللحمة طبعا انت مفرومة، عارفين انت بتتسوى ازاي، بتحط لها توم وتحط لها بصل وكده اهو. انا كده شوحتها الاول، اللحمة المفرومة بتشوحها الاول، تديها صدمة الاول، بعد تحط عليها البصل زي ما انتوا شايفين كده، والثوم تحطي بصل كتير وثوم كتير، عشان هيعتبر ده هو مش هتحطي على البدنجان حاجه يعني غير هو ده اللي انت بتحطيه على اللحمه المفرومه. وبهارات، دي البهارات بقى بهارات لحمه وكزبره و... وبهارات كفته، حتى على بهارات كفته برضو اهي. يعني البهارات دي ممكن تغنيك عن تحط اي بهارات على البدنجان او الصلصه بتاعته، المسقعه نفسها او الصلصه بتاعته دي ممكن تغنيك عنها. البدنجان اهو شايفين صفى ميه قد ايه، شايفين الميه السمراء اللي نزلت منه من الملح عشان رشيتيه بشويه ملح اهو. قبل بقى ما تيجي تسويه بقى او تحمريه لازم تصفيه من الميه كده، بنزل ميه كتير عشان ما يشربش منك ايه زيت. هو المفروض يا جماعه المسقعه ديت المفروض اساسها مش زيت، تتعمل بسمنه. انا قبل السمنه ما الدنيا ما تغلى والسمنه تغلى كنت بعملها بسمنه، كانت تطلع تحفه وطعمها في منتهى الجمال. لكن دلوقتي السمنه غلت بنعملها بزيت. انت لو عندك سمنه يعني تجربوها بالسمنه والله في منتهى الجمال وتحفه، طعمها تحفه كده. انا بنزود اللحمه هنا شويه ميه عشان تتسوى كويس، وحطيت لها الملح بتاعها. وخلي بالكم كمان البدنجان لما بترش عليه الملح بيشرب الملح كله، عشان ما تزوديش الملح عشان ما تطلعش حادقه معاكي. ما تحطيش ملح بقى على المسقعه خالص غير اللي انت رشيتيه عليها في الاول،
على البدنجان في الاول عشان بيشرب الملح كله وبتبقى حادقه خالص. مش هتعرفي تاكليها لو حطيتي ملح تاني. ما تحطيش ملح على صلصه ولا اي حاجه تانية. اكتفي بالملح اللي رشيتيه في الاول على البدنجان دي. انت بقى يا جماعه احنا لما تحطها بقى في السمنه او في الزيت ما بتحمرهاش، انت بتدبليها بس. عايزاها تطلع لنا زي لون الخرشوف كده، بتتحمرش، بتدبليها بس، بتدبل بس يا جماعه اهي. والدبلان ده بجزء من السوا بتاع البدنجانه. فانتي شايفه لونها زي لون الخرشوف بالظبط، ما تتحمرش اهو. يا دوبك انتي اول ما بتحطها في الزيت او السمنه بيفتح لونها على لونها، بتفتح اللون الغامق اللي فيها. اي لون غامق بيروح خلاص واللون بيتفتح من السمنه. والنص تسويه انت بتسويها في الزيت او السمنه دي اهو. ما تحمرهاش يا جماعه، هي لازم تطلع بالمنظر ده زي لون الخرشوف بالظبط اهي. بتبقى واخده سوا على فكره، بتبقى مستويه كويس في الحركه دي، في التحميره دي. تشوحيها بس زي ما انتوا شايفين كده وبنعمل كده. هو ممكن تلزق منك شويه، لا بالراحه، طلعها بالراحه تطلع معاكي زي ما طالعه قدامكم كده اهو. تشوحها كلها التشويحه اللي نص تشويحه دهيت. شايفين الميه نزلت شكلها عامل ازاي من البدنجان والملح. رشيتيها بالملح نزلت الميه السمرة دي. وما تحطيش ملح بقى عليها تاني، خلاص ده كفايه عشان هي بيشرب كل كميه الملح اللي انت بتحطها في الميه دي. البدنجان يا جماعه المره يعني كذا مره اهوت ما بيتحمرش، بياخد نص تسويه زي دي كده، يتشوح ويتدبل بس ويطلع زي الخرشوف كده اهو. كده دلوقتي انت بتجنبيه على جنب في الصينيه اهوت، او تطلعي الزيت، تصفي الزيت الزياده اللي فيه. ما تحطيش الزيت ده، صفيه وشيليه. عشان انت لو حطها بزيت هتبقى نسبة الزيت كتيرة ومش هيديكي طعم حلو. عشان دي اساسها سمنة بلدي زي ما قلت لكم، تسوى نص التسوية دي بسمنة البلدي. شايفين الزيت قد ايه الصفة منها اهو. تجنبها على جنب كده في الصينية اللي خرجتها فيها. وانا ما حطيتش حاجة تشرب الزيت عشان هي كلها بتبقى فيها زيت كتير يعني. يعني بعد ما صفت الزيت كله اهي قدامكم اهي. ده منظرها الطبيعي وده لونها الطبيعي كده زي لون الخرشوف. دي بقى الصلصة انا مطيباها او انا مسوياها وحطيت عليها نفس البهارات اللي حطيتها على الايه، على اللحمه. حط نسبه صغيره عشان انت حاطه على اللحمه المفرومه كتير. ولو انت ما حطيتش ما عملتهاش بلحمه مفرومه لازم تحطي بقى البهارات ديت. وتحطي بهارات شويه كمون وشويه كزبره ناشفه وخلاص. وفلفل اسمر طبعا، وفلفل اسمر. انا حطيت طبقه اهوت في الاول من البتنجان اهو في الارضيه اهوت. طبقه اهي بترصها في ريح بعضها كده وتحدي طبقه اللحمه اهيت. وممكن في الوقت ده هو تحطيه كله على بعضه وتلفيه كله ببعضه البدنجان باللحمه. بس انا حطيت طبقه وطبقه كده، طبقه تحت بدنجان وفي الوسط اللحمه وفوق طبقه بدنجان تانية. ممكن انت بقى تحطيه كله على بعضه وتلفيه كده على بعضيه تيجي حاطاه في الصينيه عادي. انا حطيت طبقه تانية اهوت اهي. ترصيه في جنب بعضيه كده. هي كده تعتبر مستويه، كل حاجتها مستويه. طبق بتدخلها الفرن ما بتاخدش معاكي ربع ساعه. اول ما بتغلي كده وتحسي الجناب بتاعتها، تحسي ان الجناب بتاعتها احمرت كده، بتنزليها. وانت بعد تديها وش بالشوايه من فوق اديها. اول ما جنابها تحمر من الجناب كده من القطارب بتاعتها كده، خلاص هي كده استوت. تاخد نص ساعه ربع ساعه على ما تغلي بس. انا كده دخلتها الفرن. وهنعمل بقى معاكم ايه شويه رز مفلفل. رز مفلفل يعني رز حبايه وحبايه. بنحمر شويه رز كده، نحط معلقتين سمنه وتحمري شويه رز صغيرين اهوت قدامك اهو. نسبه الرز المتحمره بتبقى شويه عن التانية طبعا. الابيض بيبقى كتير عن المتحمر. المفروض هي تعملها رز بشعريه، بس انا ما عنديش شعريه فقلت ده يغني عن ده. يعني نعملها رز مفلفل او متحمر يغني عن رز بشعريه. هي اساسها رز بشعريه مع المسقعه، مع صينيه المسقعه. حطيت نسبه الرز التانية اللي هي البيضه اهي، وبتقلبوهم شويه مع بعض لحد ما يسخنوا عشان تغلي معاكي بسرعه
تقلبهم مع بعض، تضربهم لبعض كويس لحد ما تسخن، عشان لما تحط عليها المية بتاعتها تغلي معاكي بسرعة. والرز هنا انتوا عارفين عيار الرز بعيار مية على طول، الرز المصري البلدي العادي بتاعنا المصري ده. وعايزة تقلل شوية قلل عشان يطلع معاكي مفرفر زي ما هتشوفوه دلوقتي وكويس، ما يطلعش معجن معاكي. اللي هو بيبقى على العين من فوق دوت بيبقى عايز ميه شويه عن بتاع عن اللي بتحطيه في الفرن، عن البرامه اهو. يا دوبك تغطيه بالميه كده هيسوى معاكي كويس ويبقى حلو. يا دوبك تغطيه بالميه بس تسويه على نار هاديه. تحطي ملح طبعا اهوت، تسوي الرز ما دام هتقللي ميته تسويه على نار هاديه. شايفين اهوت بعد ما شرب الميه بتاعته اهو مفرفر خلاص قدامكم، شكله جميل خالص. هو هيبان اكتر لما ياخد شويه كمان على النار، يتسوى شويه كمان. دي صينيه المسقعه اهيت، دي انا ببص عليها في الفرن كده. هي خلت اللون، ممكن تكتفي باللون دهوت بالطياب دوت بالسوا دهوت، ممكن تكتفي بيه. انت بقى عايزه تدي وشها شويه تحت الشوايه اديله زي ما هتشوفوا قدامكم كده، بس ممكن تكتفي بقى بالمنظر دوت، تبقى طعمها جميل وحلوه ومنوره خالص اهي. انا بقى هنديها شويه في الشوايه. بنقلب معاكم الرز اهوت. شايفين الرز مفرفر ازاي؟ ادي انا عطيتها وش بالشوايه، عطيتها شويه بالشوايه، حطيتها تحت الشوايه شويه اهي. ما بتاخدش سوا خالص يا جماعه. عايزه تخليها زي ما كانت طالعه في الاول خلي، عايزه تديها شويه تحت الشوايه حطها شويه تحت الشوايه. ولو انتوا سمعتوا الفيديو بتاعي لحد دلوقتي يا حبايبي وعجبكم حطوا لي لايك واشتركوا في القناه واكتبوا لي تعليق حلو زيكم لو سمحتوا من فضلكم، عشان القناه تكبر بكم ومعاكم ان شاء الله. انتي بقى عايزه تحطي الرز او تغرفي الرز يعني بطريقه عشوائيه، غرفي. عايزه تعمليه زي في بوله زي ما انا بنعمله كده، اعملي بوله زي ديت كده تغطي بها الرز شويه وتقلبها في الطبق زي ما انتوا شايفين كده، هتطلع معاكم بالمنظر ده. شايفين الرز جميل ازاي وشكله جميل ازاي ومفرفر خالص. دي بقى تقديمة الاكل بتاعتي بعد ما خلصت، بعد ما خلص سوا تجهيز. حتى قتة وصينية المسقعة وزيتون وطماطم قطعها طرنشات او شرايح. صينية المسقعة قدامك اهوت والاكل قدامك اهو. هنغرب بقى من المسقعة اهو. طعمها لذيذ يا جماعة وفي منتهى الجمال، وطريقة جديدة مش موجودة على اليوتيوب خالص. دي بتاعت اجدادنا زمان، جدتي اللي كانت بتعملها بالطريقة دي اللي كانت بتيجي في الافلام زي ما اقولك انا عامله لك صينيه مسقعه تاكل صبعك وراها. هي الطريقه دي طريقتها. تحطها على الرز بقى وتاكلها بالرز. شايفين من جوه خضره وجميله ازاي اهي. احنا مش عايزينه يتحمر وانت بتحمريه، نديله لون الخرشوف بس. وان شاء الله الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناه وتحطوا لايك، تكتبوا له تعليق حلو زيه. شايفين منوره وحلوه ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.